السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم في هذا الفيديو الدجاج معمر بالشعريه الصينيه. بسم الله. غادي نحتاجو في التوابل معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره نتاع الخرقوم البلدي، واحد 4 ضريسات تاع الثومه اللي حكيتهم في الحكاكه، شويه نص مصيره وقطعه طريفات صغار، والقزبور والمعدنوس، معلقه صغيره ديال الهريسه، ضامان تاع الزعفران، شويه الملحه، وجوج معالق كبار ديال المطارد. بالنسبه للملحه ما نكثروهاش حيت الدجاج مغسول بالملحه، وعندنا المصير حتى هو مالح. صافي غادي نزيد واحد تقريبا جهد معلقه كبيره نتاع صوص صوجا، وغادي نخلط هذوك المكونات. غادي نزيد عليهم شويه نتاع الزيت النباتيه، وغادي نزيد عليهم واحد شويه نتاع الماء. صافي وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نجيب الدجاج اللي غسلناه وخليته لينا كامله في الثلاجه حتى تسقطر لينا مزيان، وغادي نبدا كنشرمل في الدجاج. صافي غادي نبدا كندهن هذاك الطار نتاع الدجاج كامل. بالنسبه انا هاد الدجاج اللي عندي ديال 2 كيلو ونص، غادي ندهنو مزيان دوك الفخيضات، ومن الداخل مزيان خاصنا ندخلو ليه هاد التتبيله. راه كتجي صراحه زوينه وعطيها فيها واحد الريحه زوينه، ومذاقها حتى هو تيجي زوين. صافي غادي ندهنوه مزيان كل هو، وغادي نخليوه تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين. هو من الاحسن اذا ما كنتوش مزروبين به تخليوه ليله كامله، تيجي زوين وتيجي فتي. داك الخليط اللي بقى لينا غادي نزيد فيه الكبده. الكبده سلقتها مع شويه نتاع المعدنوس، ودرت لها شويه نتاع الخرقوم، وشويه نتاع البصله باش ما تكونش فيها الزفوريه. سلقتها وقرطتها طريفات صغار. صافي وجبت الشعريه الصينيه كنديروا الماء حتى تيطيب وكنكبوا عليها، وقطعتها مزيان بالمقص. صافي وغادي نخلط هذوك التوابل مزيان، غادي نخلطهم مزيان مع داك الكبده ومع الشعريه. بالنسبه لهنا دوك التوابل جاوني قلال، زدت واحد شويه نتاع البزار، شويه نتاع سكينجبير، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملحه، وشويه نتاع لاصوص صوجا، وشويه ديال الزيت، غير راس معلقه. وزدت واحد المعلقه نتاع المطارد راه ما بانش، وشويه نتاع هذا شويه نتاع القزبور ومعدنوس. صافي غادي نخلط دوك العناصر كاملين مزيان، وغادي نجيب الدجاج وغادي نبدا كنعمر. بالنسبه للدجاج ما بقاوش كندكسو باش ما يطرطقش لينا. صافي غادي نبدا كنعمر غادي نفرق هذاك الحشوه ونعمر، وغادي نجمع هذوك الرجيلات غادي نخشيهم في واحد البلاصه تما ديك الجليده كتكون تما، هانتوما غادي تشوفوا في الفيديو. صافي وغادي ندير القدره غندير القدره فيها الماء، ونجيب الكسكاس، وغادي نحطو الدجاج على صدرو. الدجاج كيتحط على الصدر، غادي نحطو على صدرو ونخليه حتى يفور. من يفار دخلته الفران، دهنته بواحد شويه نتاع الزبده وشويه نتاع المطارد. صراحه الله هذاك المطارد كيعطيه واحد المذاق خيالي ومذاق زوين بزاف. صافي غادي ندخلوه للفران حتى يتحمر لينا مزيان، ونخليكم باش تشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه للتقديم قدموه مع اي حاجه متوفره عندكم. انا كان عندي واحد شويه نتاع بطاطا وشويه نتاع جلبانه وشويه نتاع خيزو، درتهم حتى هما تما في جنب في الكسكاس، ونخليكم مع الشكل النهائي.